السلام عليكم الاخوان والاخوات، دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير من بعد غياب كبير ولا غياب طويل على القناه، يعني تقريبا شي شهرين هاتي وزياده ما حطيت شي حاجه. ونتمنى من بعد هذا الفيديو نلقى تشجيعات ونلقى لي لايك. المشكله في الفيديوهات السابقه كتلقى المشاهدات تقريبا توصل واحد العدد، وكتلقى باللي لي لايك كتلقى غير 10 ولا 15، يعني على الاقل دوك اللي تفرجوا في الفيديو ولا حتى شافوا غير ديك الدقيقه الاولى ولا الثانيه يديروا لايك باش الفيديوهات يطلعوا الاخرين يستافدوا منهم ان شاء الله. المهم كما عودتكم موالفه نخدم ونوريكم الباترون في الكتاب ولا في الدفتر. وواحد الاخت قالت لي باللي الطريقه عجبتها، يعني كنحييها من هذا المنبر، خلات لي الميساج في واحد الفيديو، قالت لي بهذه الطريقه باش كنحطوا الباترون وهذا كيستافدوا اكثر، يعني اكثر مما طبق في الثوب مباشره. ولهذا غنبدا معكم. الموديل اللي غندير تقريبا غيكون عنده الطبقه في الاسفل هذا الشكل، يعني غنطوي الثوب على 4 كمرحله الاولى. هانتوما كما كتشوفوا عليا هنايا طويت الثوب على 4، وغنقطع من مثلا من الكتف حتى الركبه، يعني تقريبا غندير فيه متر، يعني من الكتف حتى الركبه. والعرض ديالو غندير ديك 38 سنتيم، حيت السيده ما عمرش. الا كانت السيده عمرها غنضطر انني ندير كتر، يعني غندير الكتاف تاعي غنزل بالتركيز والصدر. بالنسبه للكتاف والصدر والتركيز كيفاش كنقسموهم راه كاين في الفيديوهات في القناه، فما كاينش لاش بنعاود عاوتاني. وهنايا غنجي ديك 38، يعني عندي مثلا السيده عندها في الصدر 29 وعندها في الحزام 27، غنزل هنايا ب 12. بالنسبه للكتف غندير 20، وهنايا غنزل بجوج و8 تاع الكول، وهنايا غنزل بجوج، والتركيز غنزل ليها ب 24 ونقور. هنايا الا بغيت الطبقه عاديه، السيده بات لاستيك في الحزام، انا فاش غندير لاستيك في الحزام يعني الحزام ديالها غيتجمع. غندير واحد القضيه، غنزل من الصدر ديريكت لدوك 38 ديال الجلال، يعني بلا ما ندخل 2 سنتيم غنخلي هذا هكا، من بعد غندير فيه لاستيك غيتجمع. نتمنى تكونوا فهمتوا عليا. وبالنسبه لهذا الجزء اللي بقى غنشوف الطول تاع السيده، مثلا عندها في الطول متر و42، عندي هنايا متر، غندير هنا 42، هنا غنزيد واحد 3 سنتيم ديال الخياطه، اولا مثلا جوج هنايا وجوج هنايا فقط. لكم غيكون عادي وعنده لاستيك في هنايا جهه البوانيه. انا نتمنى الشرح يكون مفهوم، ونبدا معكم ان شاء الله. كما كتلاحظوا معايا طويت الثوب على 4. الثوب هذا كريب روزا هو اللي دارج هاد المده، يعني كل شيء كريب روزا هانتوما شتيت الطول ديالي اللي قلنا غنديرو فيه. غنشد من هنا، نحاولوا نقدو الثوب كما كتشوفوا معايا. غنشد من هنا وغنشد الطول كما قلت راه فيه متر، وغنزيد 2 سنتيم تاع الخياطه، غندير متر واثنان متر وجوج. وغنجي كما كتلاحظوا راه شديت على الجهه مسدوده، خليت الجهه المفتوحه حيت هي بدا مسدوده من الامام ومن الخلف. غنهز الكتاف ديالها اللي فيهم 20، الكول 8 سنتيم، هنايا غنزل بجوج وننزل بجوج تاع الكتاف، وغنزل بالتركيز ديالي اللي هو 24. الصدر غندير فيه 29،
20 وغنزل بالطول اللي قلنا فيه متر، وغندير هاد العرض ديال الثوب كامله هنا فين جاني القياس، يعني غنخرج بهذا العرض كلشي. يعني شحال عندي تقريبا كتخرج ديك 38 ونص. ودروكا غنربط ما بين الصدر هكا وغنزل حتى لداك الخط اللي درت ديال 38. كما قلت هنايا غنحدد الحزام ديالي ها هو، وغندير لاستيك هنايا. بالنسبه اللي ما بغاش لاستيك يدخل بجوج سنتيم جهه الحزام وينزل بها هكا. تجي بهذه الطريقه، نحاول نشرح لكم. تجي هكا ونزل بها. اللي ما بغاتش لاستيك سيده بغات لاستيك في الحزام، ولهذا غنخليها ليها هكا. هانتوما تجي بهذا الشكل. الجلايل راه هماك، الصدر ها هو، والكتفين. دابا نقد التقويره تاعتها. من قد التقويره تاع الكيس صافي ونقطع. هانتوما هذا الاسفل. بالنسبه للثوب راه خدات 3 متر، وهنايا نقطع ونرجع معكم. كما كتشوفوا كيجي هكا. غنحيد جهة الامام حيد الجهة الخلفية، وغتبقى ليا جهة الامام بهذا الشكل، باش ندير فيها التغييرات اللي كيكونوا ما بين الخلف والامام. نحاول نقدو القياسات. غنزل هنايا ب 11. علاش؟ حيت ما غندير لا افتحال ولا من جهه العنق، يعني غنزل بها نيشان. غنزل هنا بواحد سنتيم. دائما كنقولوا الامام 3 والخلف 2. غنعاود ننزل ديك سنتيم وغنجيبها لنقطه الصفر. وهذه التقويره تاعت القدام كندخل هنايا بواحد سنتيم حتى 2 سنتيم هنايا باش ما تجينيش مخنشه جهه التركيز. صافي نقطع. هذا هو الامام والخلف. وكان غندوز الجزء السفلي ديال الفستان. بالنسبه للجزء السفلي غنخلي هاد العرض كامله اللي عندي في الثوب، يعني غنخلي هاد العرض وغنحسب كما قلنا بقات ليها 42 من الطول ديالها، وغنزيد 2 سنتيم تاع الخياطه يعني 44 سنتيم. غنحسبها من هنا، نحسب 44 من هنا فين ما جاتني ونطويها على جوج بهذا الشكل. تجي كدا. هاد الثوب غير صبروا معاه فاه كيدور يزلق. ولا هكا اللي مبتدئين يشدوا بالفناتي حسن. هانتوما
الحاشيه تاع الثوب دائما على الحاشيه تاع الثوب، وغنحسب 44، يعني من هنا حتى لهنا. نشوف واش كاينه ولا نزيد. هي هاتيك قدو مزيان صافي، ونقطع خط مستقيم هكا. نعاود نقطعو هنايا. الا بغيتو نشرح لكم كيفاش قطعت الثوب في الورق نعاود نشرح، باش يلاه اللي ما شافش الثوبه ولا ما عرفش كيفاش طويتو نعاود نشرحو. هو غيجيب هذا الشكل هذا هكا. هذا الجزء العلوي للاسف ما غنخيطوش معكم حيت ماشي انا اللي غنخيطو، يعني نفس السيده اللي بغات تخيطو. جاب الله هذا نقولها تصيفط ليا الشكل النهائي ونشاركو معكم. يجي بحال هذا الشكل، يا اما غندير لي بلي ولا ندير لي فخونس. هذا الشكل هذا هانتوما. هنايا غيكون يا اما لي بلي، هذا هو الجزء السفلي وهذا الجزء العلوي، وهنايا جهه الحزام كما قلت غنديروا لاستيك. يعني كيبقى ليا الكم تاعي، نشوف شحال بقى ليا في الثوب. تقريبا باش ندير لكم نص جفات. بالنسبه لكم راه شاركت معكم شحال من خطره، نعاود نشارك معكم. طويت الثوب على 4 بهذا الشكل. غناخذ المقياس تاع التركيز ديال جهه الخلف، يعني كنشد الجهه الخلفيه اللي هي هذه، وكنشد تركيز القويره تاع التركيز. ها هي كنحط الكتف الجهه المسدوده، يعني كنحط الكتف الى الجهه المسدوده بهذا الشكل. دائما ردوا بال الثوب يكون واحد هارب بقى لكم الفراغ. هانتوما بهذا الشكل، وغنطراسيه. هانتوما غنطراسيه هنايا نيشان، كنجي حتى كنقرب لهاد التقويره وكنخرج بواحد 2 سنتيم. هاد الطريقه كاين اللي كيخلي ديك الدخله اللي دخلت انايا في الكم ديال الكسيوه كيخليه ما كيدخلش ب2 سنتيم وكيدخل في الكم تاع الامام. انايا هاد الطريقه كتجيني احسن وكتجي عمليه. عندي في طول الكم عندي 62، غنزيد غندير بحساب لاستيك، يعني تقريبا غنزيد واحد 5 ولا 6 سنتيم، يعني 62 زائد 6 هي 68. هي والكم غنخليه عريض باش يجمعوا لاستيك، يعني غندير 22 في الفم ديال الكم ولا في دوره اليد صافي. وكنربط هاد النقاط ونقطع الكم ديالي. غنحاول نشرح لكم الورق باش نوريكم كيفاش قطعت الثوب، يعني بهاد الطريقه ديال التقطيع تاع الثوب باش ما يضيعش. نطلقوا ندير السجفه، ممكن اللي ما بغاش السجفه يدير بيه حتى هو راه كيفيني مزيان. هانتوما غنشد هنايا الكول ديال الخلف وغنعاود نطراسيه بهذا الشكل،
وغنشد هي 6 تاع سنتيم في الكتف و6 تاع السنتيم وغنربط النقط، ونفس الشيء بالنسبه للكل تاع الامام. ها هما الاستشفاف، هذه تاعت الخلف وهذه تاع الامام. ونتلقاو باش نشرح لكم كيفاش غنطبق في الورق، يعني كيفاش طبقت في الثوب. هانتوما تنعتبر هذا الثوب ديالي فيه هنايا 1.50 متر على 3 متر، غنطوي على 2 ومن بعد غنطوي على 4. طبقت الجزء العلوي، يعني حطيت هنا الكتاف ديالي تركيز والصدر، ونزلت بالطول اللي بغيت اللي هو درت فيه انا مترو، وجبت نيشان هكا بهذه الطريقه. قطعت الجزء العلوي، ما تستعملوش المقص ديال الثوب، انا راه عيط ما قريبش ليا تاع الورق كيخسروا. قطعت الجزء العلوي بهذا الشكل، حيدت الخلف، بقى ليا الامام. نزلت هنايا ب 12 جهه الكول، هبطت هنا بواحد سنتيم ودخلت هنايا جهه التركيز بهذا الشكل. هنا دخلت 2 سنتيم وتر 1.5 تاع 2، هنايا نزلت بسنتيم وهنايا نزلت 12. بقى عندي الخلف مع الامام بهذا الشكل. سيده كما قلت غدير لاستيك جهه الحزام، يعني غدير لاستيك داك اللي كيتخيط من الداخل. بقى لي هذا الطرف، بقى هذا الطرف تاع الثوب طويتو على بهذا الشكل، يعني حسبت داكشي اللي بقى ليا من الطول وضربته على 2. مثلا بقات ليا مثلا 44 هنايا، غنطويها على 2 باش تخرج ليا الترياش ديال الخلف وديال الامام بهذا الشكل. يعني قطعتها هنا، قطعت هنا، يخرجوا ليا 2 ديال الاطراف بهذا الشكل، بهذا الشكل هذا. وداكشي اللي بقى راه درت فيه الاكمام، طويتو هكايا الجهه اللي مسدوده، درت فيها هنا الاكمام ديالي، وهنايا درت السجفه، وباقي ليا مازال واحد الطريف صغير. هكا كنستغل الثوب ديالي ما كيخصنيش. صافي ديك الساعات ملي غتركبوهم راه غتخيطوهم غيتركبوا بهذا الشكل. يعني هذا الخلف مع داك الترياش ديالو نجي بهذا الشكل، هذا. ونفس الطريقه والامام غير غدوز لاستيك من هنا وتركب لكم السجفه. نتمنى من الفيديو ينال الى اعجاب ديالكم، واللي تفرج ولو غير دقيقه يدير لايك، وشكرا على المتابعه.